مبدئيا كده محدش حضر الوصفة دي غيري. اللي مش هيجرب بانكيك البطاطا الحلوة حقيقي هيفوتوا كتير قوي. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. معايا حبتين كبار من البطاطا الحلوة، غسلتها كويس جدا وقشرتها، ودلوقتي هقطعها لمكعبات كبيرة. هحطها في حلة وهضيف عليها كمية من المية يا دوبك تكون مغطياها. هسيب البطاطا على النار لحد ما تستوي تماما بالهاند بلندر او بالخلاط مش بالشوكة. هطحن البطاطا طحن ناعم قوي، اهم حاجة تكون ناعمة وبدون اي قطع ناشفة خالص. دلوقتي معايا حبتين بس من البيض، وهضيف معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقتين كبار من السكر واخفقهم كويس جدا مع بعض. هضيف كمان ذرة صغيرة من الملح، ومعايا كمان كوباية إلا ربع من الزيت النباتي بنزلها بالراحة جدا أثناء التقليب. هضيف بعد كده بيوريه البطاطا وأضيف كمان معلقة صغيرة من القرفة وأقلب كويس جدا جدا. هضيف كمان كوباية كبيرة من الدقيق المنخول، معلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقتين كبار من النشا، ومعايا كمان كوباية واحدة كبيرة من الحليب الدافي. مش بحطها كلها مرة واحدة، بنزلها شوية بشوية وأقلب كويس جدا. أهم حاجة أوصل كده للخليط إن هو يكون ناعم بدون أي تكتلات زي القوام بتاع القطايف بالظبط. طاسة احطها للنار وهدهنها بدهنة بسيطة من الزيت، واهم حاجة درجة الحرارة تكون هادية جدا جدا، وابتدي اشكل بانكيك البطاطا. اول بقى ما تعمل كده ثقوب صغيرة انقلها على طول على الجنب التاني. بصوا بقى اللون جميل ازاي، حلو جدا، واستمر كده لحد ما اخلص الكمية كلها. ما شاء الله بتعمل كمية كبيرة جدا، سهلة وبسيطة وطعمها حلو جدا، لازم تجربوها.